بقالنا كتير جدا عن ريفيوهات الألوان الخشب، فالنهاردة جايبة لكم ألوان خشب بس مش من الخشب. ازاي؟ تعالوا اوريكم. يا مساءكم فله. الالوان الخشب اللي هتكلم عليها النهارده هي من ماركه M&G، مكتوب عليها ان هي وود فري، يعني مش معموله من الخشب. امال يا لبنى معموله من ايه؟ الالوان دي معموله من الياف معينه، طبعا صديقه للبيئه، لان هم في الاساس مش عاملينها من الخشب عشان يحافظوا على البيئه. في ظهر العلبه مكتوب بالعربي ان هي اقلام رصاص الوان ومش مصنوعه من الخشب، سهله في البري ومش بتتكسر، والالوان حلوه ومش باهته. طبعا فكره ان الالوان مش باهته دي هنجربها دلوقتي حالا على الورق. طبعا هجرب وهستخدم سكتش كانسون 150 جرام، وكمان هستخدم سكتش كرافت 150 جرام برضو. في الاول هبدأ بالسكتش الابيض وهجرب الالوان عليه. بصراحة الالوان تعتبر متوسطة، البيجمنت بتاعها مش تقيل خالص، بل هو اقرب للخفيف. بعد ما خلصت تجربة الألوان كلها، بعدين قررت أستخدم 3 ألوان عشان أجرب فكرة الدمج. لقيت إن الدمج كان كويس مش وحش. طبعا جربت بعدها إن أنا أستخدم السكتش الكرافت، لقيت الألوان تحفة وممتازة جدا ورهيبة، أحلى 1000 مرة من السكتش الأبيض. بس كان في بعض الدرجات بصراحة البيجمنت بتاعها كان مش باين خالص، وكان خفيف جدا جدا جدا. برضو الدمج على السكتش الكرافت أحسن كتير من السكتش الأبيض. في معلومة لو انتوا خدتوا بالكم على الصورة، هنا مكتوب ان الالوان دي erasable او ان هي ينفع تتمسح. لو انتوا حابين تشوفوا التجربة دي قولولي في الكومنتس، نجرب نمسح الالوان دي.